تاريخ يمشي على الأرض وذاكرة تحوي مشاهد من حقب متعددة مرت على سوريا. الحاج نايف البلعاس من قرية خيارة في ريف إدلب بلغ من الكبر عتية 117 عاما قضاها ليكون بذلك أكبر معمر في إدلب. نايف البلعاس من عشيرة الجماجمة، عمري 117 سنة ولله الحمد يا رب العالمين. كنت خيال وعندي خيل 3-4 خيل، وحضرنا حروبات والله ما بين العرب، ما بين عنزة والموالي وما بين الفرنساوي. الحاج نايف والمعروف بأبي المهدي تزوج 3 نساء ليبلغ عدد أفراد عائلته أكثر من 100 شخص بين أبناء وأحفاد. ومما تختزن ذاكرته يحكي أبو المهدي لأبنائه وأحفاده عن الحياة قبل عدة عقود، وكيف كانت بسيطة تتجسد في تآلف الناس وتجمعهم في المناسبات كالأعراس وسباقات الخيل وغيرها. بيوت شعر البيت مربع من هنا لعند زمه وقهاوي وعالي وخيل وشغله، بس زيت تفرج على العرب قبل. أنا لساني بذاك اليوم طفل، ما يعني ماني أول ما دخل الفرنساوي طفل أنا لسه. حكايات أخرى مع الحاج نايف عنوانها الهمة والقوة والنشاط، والذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة تمكنه من المشي وقيادة سيارته الخاصة والقراءة حتى بدون نظارات. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. قبل صار ظلم بس مو هلقد يا أخي، يمكن يطردون العالم من قراياها ويحصلون جرحها ويأخذون رزقها، هاي ما صارت. على خير على زمان فرعون يسبى العرب ويذبح على النفس التي حرم الله، ما صارت. انقلبت 20 حكومة ما صار. شهد الحاج نايف عهد العثمانيين والانتداب الفرنسي وانقلابات الحكم ومختلف الأحداث السياسية والعسكرية في سوريا، بيد أن كل ذلك لم يخرجه من أرضه التي بات اليوم مجبرا بعيدا عن ثراها، يحلم أن يلقي عليها نظرة أخيرة كي تقر عينه ولا يحزن بعد أن وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا. بعد أن قضى ما يقارب 12 عقدا من عمره، يجلس الحاج نايف بلعاس بين أبنائه وأحفاده ولكن بعيدا عن قريته، يحمل حلما واحدا وهو أن يعود إليها يوما ما. محمد فيصل، أورينت نيوز، ريف إدلب.